دوس بيتك إذا بلاقيكي عاملة أي شي برمضان. أنا رحت حكيت لأمي هذا الحكي، فقالت لي أمي الله يصلح بيناتكم والله يحببكم ببعض. يوم العزيمة إجوا بيت حماي كلياتهم قبل بربع ساعة من أذان المغرب. شفت الجماعة جايين ومو جايبين معهم ولا شي، وبنت حماي جاية لابسة ومكياج وعلى آخر طرز، وقعدت ولفت رجل على رجل وهي عم تطلع فيي تطليعة استهزاء. أنا استغربت وحسيت بالمقلب. ساعتها ما عاد فيي وما عاد أعرف شو بدي أعمل، وما عاد بقي للإفطار إلا 10 دقايق. قمت وقلت بدي أقول لجوزي واعترف له باللي صار، وإني أنا مالي محضرة ولا شي، والدنيا صيام ولازم نعمل أي أكل ونجيب أي شي من برا مشان نفطر الناس اللي جايين لعنا. وإذ بدق الباب وبيطلع أخي جايب لي صواني الأكل، والحلو والله مثل الحلم ما صدقت. كل أنواع الأكل اللي بيشتيه قلبك والروايح بتجنن، وكله جاي سخن. كلهم أمي بعتت لي إياهم على الإفطار. حطينا الإفطار وفطرنا، وكانت بنت حماي قلبي خلقتها حتى ما رضيت تاكل مثل الناس. ولما سألت أمي قالت لي أكيد وقت حكيتي لي الموضوع أنا ما حبيت إني أقول لك إنه بنت حماكي كذابة وعاملة فيكي مقلب. عملت لك الأكل، قلت إن شاء الله يكون صحيح، ولو بعت لكم الأكل، ولو كان بنت حماكي فعلا جابت الأكل معناتها زيادة الخير خيرين، وبكون أفطرت صائم. وإذا ما كانت عاملة الأكل فبيضت وشك وما خليت حدا يعيرك أو يزعل.